هسه جا وقت بتاع حمايه السودان. القوات الموجوده هنا كلها انتم مهمتكم مش حركات، مش تنظيمات، مش احزاب، انتم كلكم تحت القياده بتاع قائد متقدم النيل الازرق دكتور الربيع، ده كله تحت قياده بتاعته. بعدين الزول لما يضم نفسه يجيب تباع ما عنده كلام، ما عنده كلام. يعني ما في مجموعه تجي يقول لك والله ده ناس الحركه الشعبيه، الحركه الشعبيه انت جاي ليه؟ ده وطن. ولا يقول لك ده الحركه بتاع دكتور جبريل. نو مناوي، انت هنا كان حركه الجيش الشعبي، انت هنا تحت قياده الربيع دكتور الربيع، تحت قياده القوات اللي انت تحت قياده شمس الدين. انا سلمت القوه دي لشمس الدين، هو كويس انه واقف هنا ما موجود في الدمازين. فكلكم تحت قياده وامره القوات المسلحه السودانيه. انا اقرر تحت قياده وامره القوات المسلحه، او انتوا يا القوات المسلحه هتخلقوا، انتوا خلقتوا همتي ثاني هتخلقوا لنا، ده ما بتنكروا، ده همتي، ده انتوا جبتوه، ده الجنب بتاعكم، ربيتوه لما كان صغير كده في 2008 في الدمازين. انا قلت الجنة ده خلينا نقتلوه، قالوا لا ده الجنة بتاع حكومه. سي هو الجنة بتاع منواسي، الحكومه ذاته خلاها سي وبقى يقاتل في الحكومه زمان. والله العظيم في الدمازين الناس كانوا هناك، انا قلت الجنة ده اقتلوا الجنة ده، قالوا لا حقيقي ده الجنة بتاع حكومه. انا اقول الجنة بتاع حكومه ماله كده لونه كده ما بيشبه ابوه ليه؟ لا البطن بطرانه، ده الجنة بتاع حكومه. هسي البطن ده بقى كيف يا جماعه؟ ولا كيف؟ بقى كيف؟ الله اكبر، بقى كيف يا جماعه البطن ده؟ هسي ثاني ما تجيبوا لنا جنة جديد قالوا ده بطن بطران. ما في بطن بطران، يا جنة بتاع حكومه اسمه جنة جيش، وجنة جيش ده يمشي طوالي مع ابوه، يباري ابوه لما يعرس له بعدين يمشي يفكوا بعدين بعد ما خلاص انتهى. ونحن نتقدم لقدام، وان شاء الله انا بستمع للقياده وبستمع لخطتهم بتاعت العمليات. ولو عندي راي بقولوا لهم رايي ضعيف بالخبره البسيطه دي، برضه انا بقول رايي. عملوا بيه ما عملوا بيه، هم برضه بيكون عندهم افضل منه. انت لما ما بتعمل بالراي بيكون انت عندك راي افضل منه. اخيرا تحيه لكم كلكم.